ازيكم شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم على البوليسي. البوليسي هي عباره عن كلاس. الكلاس ده بيخليك ان انت تعمل organize اكتر او تعمل ترتيب اكتر للوجيك اللي انت بتعمله عشان تعمل authorization. بس انت مش بتعمل authorization بشكل عام زي الجيت، لا انت بتعمل authorization ل specific model. معناه ايه الكلام ده؟ في الجيت لما كنا بنعملها كنا بنقول مثلا انك لو ادمن او لو مانجر تقدر تشوف اجزاء معينة في السيستم، فاحنا كده بنعمل تشيك على حسب الرول بتاعتك او على حسب الدور بتاعك في السيستم. ولكن دلوقتي احنا بنعمل بوليسيز. البوليسيز دي هي بتتشيك على حسب البريميشنز، الصلاحيات بتاعتك. فاحنا ممكن نقول ان الجيت هي بتتشيك بشكل عام، اما البوليسيس هي بتخصص لها فانكشن لكل حاجة. يعني مثلا لو انا عاوز اعمل edit على بوست معين او عاوز اعمل edit على يوزر، فانا لازم اكون ليا صلاحية ان انا اعمل حاجة اسمها يوزر edit او اي حاجة من الحاجات دي الخاصة بالموديل ذات نفسه. تمام. طيب، امتى استخدم البوليسي؟ استخدم البوليسي لما انا اكون عاوز اعمل اكشنز معينة على الكوين موديل، ودي احنا هنشوف الاكشنز بتاعتها كلها البري ديفايند واللي احنا ممكن نعملها بنفسنا. او لما انت تكون برضو عاوز تعمل separation اللي هو فصل بين اللوجيك، بحيث ان انت تعمل update وdelete وcreate وview. من الاخر عاوز تعمل CRUD operations ليها صلاحيات. خلينا نسيب الكلام الكتير ده ونبدأ في الحاجات العامة. اول حاجة هنعملها هو اننا هنروح نفتح التيرمينال زي كل مرة. بعد كده هنا نقول له php artisan make policy، وهنا هنكتب post policy. وأرجوك تتبع نفس الكونفنشن، ما تقعدش تكتب حاجات انت بس فاهمها بس اللارافيل مش فاهمها. تمام. بعد كده تقول له هنا انا عاوز اربط البوليسي ده بشكل مباشر مع الموديل عشان الموضوع يكون اسهل بدل ما انت تكتب كل حاجة بنفسها. هتلاقي فين البوليسي كلاس؟ هتلاقيه جوه الاب. بعد كده هتلاقي policies، وهنا post policy dot php. جميل. هو هنا بدأ اللي هو يعمل لك استدعاء للموديل اللي اسمه user والموديل اللي اسمه post. هنا مثلا بالنسبة للفانكشنز الموجودة هتلاقي في مجموعة من الفانكشنز اللي انت ممكن تقرا عنها كده ببساطة. الكومنتس هتلاقي ان هي مثلا دي determine whether the user can permanently delete the model، بحيث ان انت لو انت عايز تعمل force delete بشكل كامل للبوست، ولا انت عايز تعمل له مثلا ديليت اللي هو سوفت ديليت اللي هو انت ممكن تديليته بس ممكن تعمل له ريستور بعد كده يبقى موجود عندك في التراش مثلا، زي مثلا ووردبريس وحاجه زي كده. هنا مثلا determine whether the user can view the model. هل ممكن اليوزر ساعتها يشوف الموديل؟ اعتقد ان view دايما لازم تكون بترو، لانك كده كده انت محتاج الناس تشوف البوست، محتاج الناس تشوف الريكوردز اللي انت بتعملها. الا بقى لو كانت حاجه confidential قوي فانت ممكن تقول له لا ده مثلا مخصوص بيوزر، اليوزر ده لازم يكون الرول بتاعته مانجر عشان يقدر يشوف حاجه زي كده. هنرجع للكرييت مره تانية، ولكن انا عاوز بس اعمل اوفر فيو، لان المرحله الجايه ان شاء الله اللي احنا هنعمل اون ار بي اي سي. اعتقد ان انا نطقتها صح ثانيه. اه الار بي اي سي اللي هي زي سبايك، اللي هي بتعمل لك rules and permissions. انت عاوز تعمل تشيك ان اليوزر اللي عمل البوست ده لازم هو الوحيد اللي يقدر يعمل ابديت، صح كده؟ طيب نعملها ازاي؟ بكل بساطة انت هنا هتقول له لما يكون اليوزر اي دي بيساوي هو البوست المتخزن في الكولوم يوزر اي دي نفس الفاليو اللي هي خاصة باليوزر اي دي. بمعنى لو كان اليوزر هنا رقم واحد، وهنا برضو في البوست تيبل عندنا كولوم بيحمل اسم يوزر اي دي جوه القيمة
رقم واحد برضو. فاذا اليوزر ده هو المسؤول عن الكرييت للريكورد اللي جوه بوست تيبل، فمعنى كده هو الوحيد اللي يقدر يعمله ايه ابديت. اما بقى عن الديليت فانت ممكن يكون عندك رولز. الرولز دي مثلا ممكن يكون ادمن، وانت اديتور او ادمن برضو، فممكن انت تقول له لما يكون اليوزر اي دي بيساوي بوست يوزر اي دي، ولكن ممكن كمان تديله شرط تاني تقول له هنا لما يكون اليوزر برضو has admin rule. انا بحاول ان انا ادي لك كل الاحتمالات اللي احنا ممكن نعملها في المستقبل يعني. طبعا عشان احنا عندنا rules و عاوز اقول له contains admin، اعتقد ان احنا كنا كاتبينها admin بالطريقه دي. طيب طريقه بقى الاستخدام هتكون عامله ازاي؟ بكل بساطه انت مثلا هتروح على ال HTTP، هتروح على ال post controller مثلا. هنا الكومنت مش عاوزين دلوقتي، انت ممكن على فكره تروح هنا تقول له public function add comment وتحط اليوزر والبوست. وطبعا بما ان هو الكومنت هو مسؤول برضو عن البوست او ليه علاقة بالبوست، فانت ممكن تتأكد منه هنا، ولكن ده مش موضوعنا دلوقتي. كل اللي انا اقصده مش بس مقتصرة على الفانكشنز دي، انت ممكن تعمل الفانكشن اللي انت عاوزها. طيب بكل بساطة هنا مثلا في الاندكس، والاندكس هنا دي هي معناها الفيو اني، هنا برضو نخليها true. هنقول له this authorize view any، هتلاقي ان هو بيقول لك الاوثرايز دي مش موجودة جوه الكلاس بتاعك، وهو عنده حق الصراحة. طب اجيبها ازاي؟ كل الحكاية ان انت هتقول له ايه use authorize request، وطبعا تعمل لها import. ساعتها المفروض الايرور ده يكون اختفي خلاص. الاوثرايز دي بتاخد ايه؟ اول حاجة بتاخدها هي الابيليتي، بعد كده الارجيومنت. طبعا عشان احنا معندناش اكتر من argument فاحنا مش لازم نحط array، احنا ممكن نحط البوست كلاس بتاعنا على طول. وبما ان الستور هنا عندنا فيها مشكلة، فاحنا ممكن نعمل هنا بوست. بالنسبة للناس اللي هي بتشوف معانا الكلام ده لأول مرة، لو انت ما عندكش خلفية عن اللي احنا بنعمله ف it's okay يعني، مش مهم اوي ان انت تعرف ايه الحوار اصلا يعني. تمام، خلينا بس نخليه اسمه بوست عشان يبقى مناسب لكل الحاجات الموجودة عندنا هنا. هنا بالنسبة بقى للأبديت، فأنا هنا هقوله this authorize update، وكمان هبعته البوست كلاس في نفس الوقت. أنا برضه هقوله this authorize delete، أنا هبعته البوست كلاس. وعشان أجرب الحوار ده لازم أكون authorize authenticated، بمعنى ان انا يكون عامل لوجن وببعت له في البوستمان البرير مع التوكن بتاع دي، وفي نفس الوقت هو بيتأكد بقى من التوكن عشان يقول انت فعلا يوزر ولا لأ. بعد كده يروح يقارن اليوزر اي دي بتاعك بالاي ديز اللي انا عملت لها تشيك. بس على كده اشوفكم المرة الجاية واحنا بنعمل مكتبة سبايت لما تعملها في البيت.